بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ انا اول مره اعمل معاكم فيديو النهارده من زمان لان كنت تعبانه يا حبايبي. فانا بقى عند والدتي، فكنا جايبين النهارده الشبرد اللي انتوا شايفينه ده. فقلنا بقى نعمل ايه النهارده؟ نعمل سمك مقلي دوت، جايبينه ب40 جنيه زي ما انتوا شايفين كده. قلنا نقليه. غسلناه اهوت ونقعناه. بعد ما غسلناه بقى ونقعناه اهوت، بملح وليمون وخل وشويه دقيق كده، عشان كده انتوا شايفين الميه لونها ابيض عشان احنا نقعناه برضو بالدقيق. وكنا جايبين بصل اهوت غسلناه، وعملنا بقى زي ما انتوا عارفين الشطه والكمون والملح والثوم، ودقنا كل ده في الصلايه. وبعد كده بقى حشيناه، وبعدين حطينا عليه دقيق مبهرينه، وهوت حطينا الزيت في المقلايه اللي انتوا شايفينها دي، وقلنا بقى نقلي السمك. وبعد كده ولعنا على الرز اهوت، رز نشف فتحنا عليه. وبرده كنا بنصبن زي ما انتوا شايفين كده، مشغلين غسالة وبنصبن هدوم الاولاد بتاعت المدارس وهدوم السراير برضو عشان انا عند والدتي. والعباية بتاعتي ديت برضو الهدوم ديت. فقلنا بقى نشغل الغسالة ونصبن شوية الهدوم اللي عندنا دول. انا ما كنتش بقى منزل فيديوهات عشان كنت بقى تعبانه، فقلنا ننزل لكم النهارده الروتين اللي احنا بنعمله النهارده، الروتين اليومي عند والدتي. زي ما انتم شايفين كده، انا دي تالت دور اهوت الغساله، يعني عشان الميه مش لونها مش ابيض، لونها غامق، عشان احنا من عند الدور التالت في الغساله اهوت. هدوم الاولاد غسلناها، هي بتاع المدارس. هم عندهم طقمين يعني، هم رايحين في طقم تاني النهارده، فاحنا غسلنا الطقم التاني اللي موجود اللي هم قلعينه يعني، وراحوا في الطقم التاني، هم عندهم طقمين. فشغلنا الغسالة اهو التاني. احنا بنستعمل اوكسي اهو زي ما انتوا شايفين كده، اوكسي ده بينضف الهدوم اهو. وبنحط كلور يعني اهو. وبنغسل بقى ميه سخنه عشان الهدوم تبقى نظيفه. وبعد ما الهدوم مبقاش شطفنا الهدوم اهي، طلعنا الهدوم اللي اتغسلت اهيت. انتوا شايفين كده، حطينا بقى هنا لحد ما تتنشر. لو والدتي تطلع تنشر بقى، لان انا ما بطلعش السلالم عشان رجلي. نشغل بقى الغسالة اهوت، دي بقى نطلع اللي فيها ده وهنشطفه. وبعدين هنطلع الهدوم كده اللي اتغسلت، نحطها كده في المنشاف، وبنفتح بقى الحنفية على المية. الحنفية نفتح المية بقى على الهدوم وبنشطفها اهوت. وبعد كده بقى فتحنا المية عليها اهوت، وهنشطفها بقى اهوت بالشكل ده اهوت. شغلنا بقى المنشاف اهوت. بعد ما تنشف بقى بنطلعها اهوت. شغلنا المنشاف، هنحط بقى العباية ديت، الغوامق بقى بنحطها في الاخر. وبعد ما الهدوم بقى تشطف هنطلعها. انا بشكر كل اللي دخل قناتي جديد، يا ريت يكون عند حسن ظنكم. بعد ما الهدوم بقى تشطف بنخرجها، بنحطها كده بره على الكرسي لحد ما تطلع تتنشر. عجبكم بقى الفيديو النهارده؟ عجبكم الروتين بتاعي الخفيف اللي انا عاملاه النهارده؟ روتين غسيل الهدوم، وعاملين طبخنا النهارده بقى سمك مقلي زي ما انتم شايفين كده. ده كان روتيننا الخفيف. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش باللايكات، اشتراك في القناه. مع السلامه.